من راح بابا لهداك الكوري تخيل لقى غير الدم كان سايح في الارض وهداك الكبش ما لقيناش الريحه تاعو. كامل على بالنا انه الجن يقدر يسكن في الانسان والحيوان، يعني الاغلبيه شفنا الحالات اللي يكون فيها الجن ساكن في الانس، لكن انه الجن يتلبس ولا ياخذ الهيئه تاع حيوان هذه قليل وين نشوفوها ولا نسمعوا بها. وعلى هذه خاوتي اليوم جبت لكم قصه حقيقيه وين الجن سكن اضحيه تاع عيل، وهذه القصه صارت المتابعه مع العائله تاعها وعاشوا في رعب كبير. الحكايه هذه خاوتي صارت في ولايه باتنا، ومانيش راح نذكر المكان اللي صارت فيه بالضبط، يعني بطالب من هذه المتابعه، وباش نتفاهموا انه القصه هذه صارت تاع بصح والناس اللي ساكنين تما كامل يعرفوها. المهم احداث القصه هذه وقعت في 2025 وين كان باقي للعيد 3 ايام، نهار اللي ناض فيه ابريهام عمي مختار وقصد السوق باش يشري اضحيه تاع عيد. المهم دخل هذاك السوق وكان غير يحوس على كبش قد دراهمه، وكيما على بالنا خاوتي انه في الاعوام الاخيره هذه المواله كامل هبلوا، والاسعار تاع الكباش راهم طايرين في السماء غاليين بزاف، يعني اذا كانت عندك 10 ملايين ما تجيب لك والو. واللي تعرفوا انه عمي مختار كانت عنده غير 7 ملايين ونص، يعني خاوتي كل واحد والظروف تاعو كل واحد والمقدور تاعو، وكيما على بالنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صح عمي مختار بقى يقلب في هذاك السوق ودار على كامل الموالين، وللاسف ملقاش كبش واحد قد دراهمو. وبا ما نكذبوش على بعضنا خاوتي كاينين كباش يديروا 7 ملايين ونص بصح تلقاهم رقاق بزاف وما يصلحوش للتضحيه. المهم وعمي مختار من ما لقاش كبش يشري حس بالضيقه وطاح للمورال، وخلاص قرر انه يرجع للدار والدمعه كانت بين عينيه، يعني قال كيفاش اني ما قدرتش نوفر للعائله تاعي كبش العيد. بصح خاوتي عمي المختار من كان خارج من هذاك السوق حتى يشوف واحد الشيخ كبير في العمر، ملامح تاع هذاك الشيخ كانت غريبه وكان يشبه بزاف للعربان، وكان لابس قش قديم وكان حاط قدامه غير كبش واحد. المهم هذاك الشيخ من شاف عمي مختار لوحده بيدو قال له ارواح، وكما كان الحال عمي مختار راه عنده سلم عليه، وتم هذاك الشيخ بدا يتبسم بواحد الابتسامه غريبه، وقال له باين عليك انك عييت وانت تحوس على كبش يساعدك في هذا السوق، وقال له ادي عليا هذا الكبش وما راحش تندم، والسمه تاعو تدور السوق كامل وما تلقاهاش. يقول عمي المختار انه هذاك الكبش الله يبارك صح كان ضخم وكبير، والقرون تاعو كانوا دايرين بزاف، بصح عينيه كانوا كحلين وغامقين بزياده. وهذاك الكبش خاوتي كان غير يخزر في عمي المختار بواحد النظره بيزار، ويقول انه كي يشوف فيك هذاك الكبش تحسه كانه عبد قاعد يشوف معاك. المهم تما عمي المختار قال لهذاك الشيخ ما نقدرش ندي عليك هذا الكبش منه باينه باللي دراهمي ما يكفوش، يعني كبشك هذا راه كبير بزاف والسومه تاعو باينه باللي غاليه. بصح يا خاوتي كل شيء تبدل وين قال له هذاك الشيخ اعطيني الدراهم اللي يساعدوك وديه السماح، وقال له المهم تديه وتفرح به العائله تاعك. المهم تما عمي مختار شغل تشوكه وحار في نفس الوقت، وما صدقش هذاك الشيخ زعما كي قال له اعطاني الدراهم اللي يساعدوك ودي هذاك الكبش، وقال له باللي عندي غير السومه تاع 7 ملايين ونص وعلى بالي ما رايحاش تساعدك خلاص. بصح تما يتفاجئ من يقول له هذاك الشيخ اعطيهم لي برك ودي هذا الكبش فرح به ولادك. صح خاوتي من الفرحه عمي مختار ما حبش يفهم على السومه تاع هذا الكبش كانت رخيصه بصح هو كان كبير، وديريكت مد الدراهم لهذاك الشيخ وشكره وقال له خيرك ما نساهولكش، ودا هذاك الكبش ورجع للدار. كيما قلت لكم خاوتي انه عمي مختار رجع للدار ووصل لجوايه 3 تاع العشيه هكا. صح خاوتي ولي تعرفوا انه في الدار تاعهم كان عندهم كشغل كوري كبير هكا كانوا مربيين فيه الدجاج، وباينه انه هذاك الكبش رايحين يحطوه في هذاك الكوري. المهم حطوه تما وكانوا فرحانين بهذاك الكبش، يعني خاوتي راكم تعرفوا الفرحه كي تشريو الكبش تاعي. المهم خاوتي من وراها جوايه 6 تاع العشيه ريهام وخوتها راحوا للكوري باش يتصوروا مع الكبش، وغير هما وصلوا وفتحوا الباب حتى يلقاو هذاك الكبش كان واقف مقابلهم ويشوف معاهم بواحد الشوفه غريبه. شفتوا خاوتي يعود الكبش راح يهجم عليك، شفتوا النظره اللي دار هي جايه نفس النظره بصح تخوف بزاف. وما ريهام كي كانت تشوف معاه حسته كانه بنادم قاعد يشوف معاها ماشي كبش. صح خوتي ريهام وخوتها خافوا من هذاك الكبش وما قدروش يتصوروا معاه ورجعوا للدار. صح خوتي ومن طاح الليل العائله تاع ريهام تعشاو مع بعضاهم وكانوا فرحانين بالكبش ومن وراها رقدوا. ومن وصل لوقت الفجر ناضت ريهام باش تصلي،
وتما من كانت فايته في الكولوار سمعت صوت تاع حاجه قاعده تتنفس في المطبخ. ريهام خوتي استغربت وخافت شويه وراحت شعلت الضوء تاع المطبخ، وتما تصدمت وين لقات هذاك الكبش واقف في نص المطبخ ويشوف معاها بنظره بارده وتخوف. صاي خوتي تما ريهام قلبها حبس من الخوف وعيطت عيطه وحده وراحت تجري عند بابها. ملاكي ما على بالكم خوتي انه الكوري هذاك كان مقفول والباب تاع الدار كان مقفول، وباش ما ندير لكم شي شك خوتي صح الطاقه تاع المطبخ كانت مفتوحه، بصح اذا دخل هذاك الكبش من الطاقه كيفاش ما دارش الصوت؟ لا علينا كيما قلت لكم انها راحت تجري عند بابها، وغير هي نوضت وعمي المختار ناض مخلوع من الفراش، وتما هو تاني تشوكا من راح للمطبخ ولقى هذاك الكبش واقف في نصه ويشوف معاه بالنظره هذيك، النظره اللي كانت بارده وتخوف ومستحيل تكون تاع حيوان. المهم خوتي عمي المختار غير شاف وبدا يسمي ويقرا في القران، شغل خوتي تما بدا يتوسوس لهذاك الكبش منه كيما على بالكم انه الكوري كان مقفول والباب تاع الدار كان مقفول، ومام الطاقه تاع المطبخ كانت مفتوحه، بصح كيما قلت لكم محال انه يقدر يدخل بلا ما يدير حتى صوت. المهم خوتي وكيما على بالكم انه كان وقت الفجر، اي عمي المختار قرر انه يرجع هذاك الكبش للكوري. يعني خوتي انه الجاس اللي صار لهم صح بيزار ومحال انه يتصدق، بصح عمي المختار ما حبش يكسر راسه وقال بالك دخل على الطاقه وما دار حتى صوت. المهم رجع هذاك الكبش للكوري وقفل عليه الباب، وتما رجع للدار وقنع ريهام انه هذاك الكبش دخل غير على الطاقه وقال لها ما تخافي ما والو. هنايا خوتي صح ريهام تخلعت وخافت بزاف. المهم ومن وراها صلوا صلاه الفجر ورجعوا كملوا رقادهم. لا علينا في الصباح جوايه 9 هكاك العيله كامل كانت نايضه، يسمى فطره والحاله كانت عاديه، بصح يا خوتي تما صارت لهم حاجه تخوف بزاف وطول حياتهم ما ينساوهاش. وهذا الشيء صرا وين سمعوا هذاك الكبش عيط واحد العيطه مش نورمال. خوتي عيطه كانت قويه بزاف وتخوف، وكبش عادي محال انه يدير عيطه كيفها. صح خوتي عمي المختار من يسمع هذيك العيطه تحير بزاف، وكان في بالو انه هذاك الكبش تكسرت رجله ولا كشما صارت له حاجه توجع وعليها عيط هذيك العيطه، وعلى هذا الشيء كان لازم يروح لهذاك الكوري باش يشوف واش صرالو. وتخيلوا انه من راح وفتح الباب تاع هذاك الكوري هذا الشيء اللي قالت ريهام. من راح بابا لهذاك الكوري تخيل لقى غير الدم كان سايح في الارض، وهذاك الكبش ما لقيناش الريحه تاعو. يعني من وصل وفتح الباب تاع هذاك الكوري لقى غير الدم كان سايح وهذاك الكبش ما لقاهش خلاص. وتقول ريهام خوتي انه هذه القصه هي ارعب قصه صارت للعائله تاعهم، وحتى درك مازالوا ما لقاو ليها حتى تفسير. بصح من راح عمي المختار وحكى مع الامام في هذا الموضوع، تم الامام خوتي هضر له واحد الهضره شوكاتو، قال له باللي ممكن ما تكونش شريت كبش عادي، راك شريت جن في هيئه كبش. المهم يا خوتي وهذه هي قصتنا تاع اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم. وثاني اذا صراو لكم قصص يخوفوا ولا صراو للاقارب تاعكم ما عليكم غير تبعتوهم لي في الانستغرام هاو قدامكم. المهم وما تنساوش تصلوا لي في رواحكم، نتلاقوا في فيديو جديد. سلام.